يا هلا صبايا، رجعت لكم بفيديو جديد. يسعد صباحكم بكل خير، يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح النشاط، صباح الورد والياسمين. فيديو اليوم رح يكون فلوج. رح اصور اليوم ايش رح اعمل من الصبح للمساء ان شاء الله باذن الله. وبنفس الوقت حابه احكي لكم شوي عن السلبيات الموجودة عند أهل سوريا. مو كلهم، بعض الناس بسوريا في عندهم سلبيات أو في عندهم يعني شي بصراحة ما بعرف ايش بدي اسميه، احترت ايش بدي اسميه. فاليوم ان شاء الله رح يكون الفلوج هيك، ورح احكي لكم كمان ايش عم بيصير معي. فاول شي هلا بعد ما فقت رتبت الغرفة وجيت فورا اسوي فطور. رح اسوي فطور. وكمان بدي اشغل الصوبة، فهلا رح افرجيكم شلون بشغل الصوبة انا كل يوم. خليكم معي. اول شي رح اكب هاد تبع عم بيرفع. كل يوم الصبح يا بنات لازم نكب السطل، الرماد اللي بيكون بقلب السطل بنكبه بس مرة واحدة الصبح، وبعدها بنحط بقلبه حطب. ما بكتر حطب، بحط شوي، وبعد ما يشغل الحطب بحط فحم. كيلو الحطب حاليا ب9 ليرات بالباب بمدينة الباب. فاحكوا لنا كم حقه كيلو الحطب عندكم. هيك هدول الحطبات بقدوني. بالنسبة للفحم في كتير أنواع، يعني في عدة أنواع. فنحن عم نشتري أبو 25 ليرة، يعني شوال الفحم بيكون ب25 ليرة تركي. طبعا نحن هون مثل ما سبق قلت لكم بنتعامل بالليرة التركية وبالدولار. أنا عبيت شويوها للصوبة. أول شي بشغل الحطبات، بس يشغلوا بحط الفحمات. وانا عم بشغل الصوبة لازم انتبه على كم شغلة بيكون جدا مهمين وضروري انه انا انتبه عليهم. فمثلا اول ما بحط السطل لازم يكون تم السطل، المطرح ما بيكون تم السطل مفتوح لازم يكون تماما، يعني مقابل تم الصوبة من جوا. هلا رح تشوفوا شلون. بعد ما حطيت السطل مسحت الصوبة، وبعد ما مسحتها يعني مثل ما قلت لكم بنتبه قبل ما ابلش اشغلها. قبل كل شي لازم انتبه انه تم السطل بيكون مقابل تم الصوبة. شوفوا هيك، هلا عند اللي حطيت اصبعتي مسكر، فعملت السطل حتى صار تم مفتوح، زبطتها وشغلتها. بس اشغل صوبة الفحم بتضل عندي تقريبا طول اليوم. فكل ما هيك يعني قرب الفحم بده يخلص بزيد كيس، كل ما قرب يخلص بزيد كيس. وانا عادة بعبي الفحم بكياس، وطول اليوم بس كل ما حسيت انه يعني بده الفحم يطفى فبجيب حطبتين 3 وبجيب معهم كيس فحم. فبضل عم بزيدها طول اليوم، ولسه 10 بوقف ما بعود بزيدها. بس بضل البيت دافي لتاني يوم الصبح، يعني الفحم بضل مدفي البيت. سويت صبايا فطور خفيف لانه اليوم عندي طبخة، فمنشان الحقها هيك بدي اسوي الفطور على السريع. نفطر على السريع وعندي كومة شغل فبدي اقوم اسويه. صبايا قبل بيوم كنت عمال بصور لكم فلوج وصورت كتير فيديوهات، بس عند الجيت بدي امنتج ما لقيت ولا فيديو، فالكاميرا كاني ما كانت عم تصور. المهم ما كان في فيديوهات طالعة. المهم يا بنات اني انا قبل بيوم كنت عمال بلف ملفوف، فلفيت بس ملفوف، يعني ما عملت اي شي طول اليوم. شوي رتبت البيت، رتبت شوي المطبخ، وبس لفيت ملفوف. الملفوف اللي هو اليخنة نحن بنقوله. لفيته قبل بيوم، جهزته وحطيته بالبراد لتاني يوم، يعني حتى يصير غدا او عشاء لتاني يوم. ما طبخته بنفس اليوم لاني تأخرت بصراحة بلفه، يعني ما لفيته بسرعة، انا بطيئة شوي باللف وهيك. فتأخرت كتير لخلصت شغل الملفوف، وكمان الغاز عذبني شوي. انه ما فورا سخنت المي، طولت كتير المي لغلت لحتى قدرت اسلق الملفوف. فاخذ مني وقت كتير وصار تأخر الوقت، فما قدرت اطبخه بنفس اليوم، فأجلته لتاني يوم. بعد ما خلصت لف الملفوف فكان عم بيأذن، حبيت أصور وأفرجيكم المنظر وأسمعكم كمان صوت الأذان كتير حلو ما شاء الله. مع أنه بتركيا في أذان
وكنا عم نسمع صوت الأذان بس هون بيكون أجمل. بس هلأ إيش رح نعمل؟ رح نرجع للفلوج، لليوم اللي كنت عمال بصور فيه الفلوج. تعالوا نشوف إيش عملنا بالمطبخ. صارت الساعة تقريبا 2. أول شي ما في مي عندي، مي خلصت. هلا هيك شي بس نزل فورا تخلص، راحت المي لأني خلصت. بدها تعبان. طلعت مية الشركة معنا جاي مع الأسف، نشف ايدينا. مهم. حطيت طبختي على الغاز، خلصتها لسه، يعني هلأ بلشت تغلي، فيعني بدها وقت لسه. بدي طبعا توم، بحط لها توم ونعناع. ما جريت هون، تعالوا افرجيكم هون. عبيت الفحم بكياس، مو كله، تقريبا نصه، عبيته بكياس هيك. هي بتصير حطة، فكل ما اجت لتطفى الصوبة بجي بحط لها خشبتين من هدول، خشبتين 3، وبحط لها كيس فحم. فبتروح معي هذا الكيس تقريبا بروح معي ساعتين، ساعتين ونص هيك يعني، عرفتوا؟ فعملت وجبة منيحة هيك يعني. هدول جهزتهم. ايوه، عندي هون كم غرض بدي اجلي، بدنا نتوضى نصلي الظهر هيك يعني قبل ما يستوي هذا. حطيت الطبخة على الغاز، وبما انه هيك الغاز واطي، بعد ما غلت او بعد ما غلى الملفوف كمان رجعت وطيت تحته شويوها، فبصراحة طول لاستوى. وانا راجعة على البيت شفت لكم هالشوفة حمودي برا، فرحت دخلته على الغرفة وضليت قاعدة جنبه. هو الملفوف مثل ما قلت لكم طول لاستوى، تقريبا ما استوى للساعة 5، يعني حطيته يمكن بالتنتين، 2:30، ما استوى لل5. بس طلع غير شكل، عن جد يسلم ايدي، طلعت اكلة بتستاهل هالتعب كلياته. خلصته، واحلى شي انه وقت اللي تكوني خالصة الطبخة، خلص الطبخة مستوية، اطلعي لوراكي ايش تلاقي المطبخ عم يضوي ضوي. عن جد شقد بحب اني انا اخلص الطبخة والاقي انه المطبخ عم يضوي ضوي وراي، ما الاقي في عندي شغل، عجقة، حوسة، جلي. خلص بروح بتعشى وانا متهنية، باكل وانا مرتاحة مبسوطة. بخلص العشاء في عندي كم غرض وبس، ما عندي عجقة، ما عندي شي يعني. فكتير بحب هيك، ما بحب انه يكون في جنبي كتير شغل. والأحلى وأحلى صبايا أنيتك تطبخي بكير. هلأ بالفترة الأخيرة وخاصة بالبيت اللي قبل هاد، فكنا يا أما عم نتأخر بالطبخة، يا أما أصلا ما يكون في يعني اللي هي تعتبر طبخة، هيك طبخة أغلبها حواضر، أكلات سريعة. يعني نقضيها شلون ما كان، لأنه ما كان إلي نفس أبدا أطبخ بهداك البيت. فالحمد لله، الحمد لله على كل حال. يعني قد ما حمدت رب العالمين بكون مقصرة وقليل. الحمد لله، وهي النتيجة. الأولاد كتير حبوا الأكلة وكتير هيك انبسطوا بالعشاء. إن شاء الله ألف صحة وهنا على قلوبهم. عن جد كان عشاء بيستاهل التعب لمدة يومين بس. عن جد إنه كانت أكلة طيبة وصحة وهنا وعلى قلوبهم. وهاي المطبخ بعد ما خلصنا جلي وخلصنا ترتيب وخلصنا كل شيء، هذا هو المطبخ. هلا صبايا بدي افاتحكم بموضوع، بدي احكي لكم عن الموضوع اللي صار لي من الصبح بحاول الاقي له اسم، الاقي له عنوان، الاقي له شيء، بس ما عم بقدر. اللي هو يا صبايا انه بعد ما استأجرنا هذا البيت وقعدنا صرنا نهارين 3 4 ما بعرف صرنا قاعدين، بظن من 26 شهر نحن جينا على البيت. فاليوم نحن شقد 30 الشهر. امبارح اللي هو كان 29 الشهر، 29/12، بيتصل صاحب المكتب بحكي له لزوجي انه صاحب البناية او اللي هو وسيط، حتى ما انه صاحب البناية مباشرة، وسيط كمان. يعني شوفوا، صاحب البناية يعطي وساطة، وهذا الوسيط هو اللي عم يتواصل مع المكتب. فهون بالباب صعب جدا انه تاخدوا البيت من صاحب البيت مباشرة، حتى فيكم تقولوا كتير كتير صعبة. المهم صاحب المكتب تواصل مع جوزي، قال له وحكى له انه الوسيط بده تأمين، بده تأمين، مع ان نحن كتبنا العقد
وكل شيء على أساس إنه ما في تأمين. بس هلأ عم بيقول إنه لا، لازم تأمين، بدنا تأمين. إذا ما دفعتوا التأمين ما في مشكلة، بتضلوا 3 أشهر، بس بعد 3 أشهر ما بيجددوا العقد، فلازم نعطي تأمين. التأمين هو $100. فالله المستعان. المشكلة وين؟ المشكلة إنه في كتير هيك، يعني ما بعرف إيش بدي أسميها، ما بعرف والله ما بعرف، بس شيء متعب، يعني جد متعب. ما في ثقة، ما في أمانة، ما بعرف والله ما بعرف إيش بدي أسميها. من الصبح هيك عم بدور على مسمى لها ما عم بلاقي. بالنسبة لآجار البيت، كم تكلفة آجار هذا البيت؟ آجار هذا البيت بنات $75 كل شهر. بياخدوا كل 3 أشهر سوا، ما بياخدوا كل شهر بشهره. هون بالباب بمدينة الباب بريف حلب بسوريا ما في حدا بيأجر كل شهر بشهره. إذا بدهم يأجروا كل شهر بشهره فبياخدوا $100. يعني لو البيت مثلا $75 فبياخدوا $100 إذا كل شهر بشهره. إذا كل 3 شهور سوا 75. عرفتوا؟ مثلا لو نقول البيت $75، إذا كل 3 شهور سوا فبياخدوا يعني لو البيت أصله $75 فبياخدوا إنه 3 أشهر أقل. عرفتوا؟ فأي بيت مثلا لنقول لقيتي بيت شهريا، إذا بدك تدفعي شهري $60، بس إذا كل 3 أشهر سوا بيعطوكي $150  3 أشهر، يعني $50 بوقف عليك الشهر. فيعني إذا بتدفعي شهريا بيكون أكتر، إذا كل 3 أشهر سوا بيكون أقل. وبكلا الحالتين إذا بدك تدفعي كل شهر بشهره أو كل 3 أشهر سوا، فأنت مع الآجار لازم تدفعي تأمين ولازم تدفعي دليلة. الدليلة حسب المكتب، في مكاتب خلص هذا المكتب دليلته $100 ما بتنازل عنه $100. في مكاتب إنه قد الآجار، آجارك $60 تعطي 60، أجارك أقل تعطي أجارك $100 تعطي $100، أجار البيت اللي استأجرتي $150 تعطي $150. فآجار شهر بياخدها صاحب المكتب. فهيك يعني هون كلياتهم على هذا النظام وعلى هذا المبدأ. بقدر آجار شهر بتعطيها للمكتب. ونحن اللي حكيت لكم إنه أنا اللي صار فينا إنه استأجرنا عن طريق الفيسبوك. في شخص على الفيسبوك تواصلت معه وحكى انه في عنده بيوت، فعجبني البيت. يعني قلنا له انه بدنا نتواصل معك نشوفك حتى نستأجر البيت. فتواعد هو وزوجي بمكان معين، وبعدها قال له انه انا مالي علاقة بالبيت، البيت ما هو إلي، البيت لمكتب، المكتب هو المسؤول عنه، فانا ماني مسؤول عن البيت، انا باخذ اجرتي اني دليتكم على البيت وكنت سبب يعني. فبياخد 10 15 $20 حسب كل شخص هو، وحسب هذا الشخص هو ما أخذ مباشرة، هو يعني بيخلي صاحب المكتب هو اللي يتكفل. عرفتوا؟ فهو ما بياخذ بشكل مباشر. بعد ما صاحب المكتب يكتب العقد ويكتب كل شيء فبيقول بدنا حلوان الشاب اللي دلكن علينا. فهذا هو يعني حبيت أوصل لكم المعلومات كلياتها. كتير صبايا عم يكتبوا لي انه وين سكنتي وهيك. انا لساتي بمدينة الباب بس عطرافة، ماني بضمن المدينة، بقلب المدينة على الاطراف. وفي بنات عم يحكوا لي مشان البرداي كتير 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 صبايا. في هذا الموضوع كمان كتير كتير حبك انت احكي فيه. المشكلة صبايا انه جوزي ما عنده واسطة اللي هو ميتور، سيارة، بسكليت، ما عنده. ونحن صرنا على اطراف البلد، فنزلت جوزي على السوق صارت كتير 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 صعبة. وجمنا ما في سرافيس، ما في شيء، ما في باصات، ما في هذا الشيء. عرفتوا؟ هون كل واحد عنده واسطته، كل واحد عنده ميتوره، كل واحد عنده سيارة أو ميتور، سيارة أو ميتور. وفي منهم عندهم الاثنين، الله يبارك لهم برزقهم يا رب ويوسع رزقهم. صبايا اللي عم بيصير انه يا صبايا ما عنده جوزي واسطة، فما بيحسن ينزل على السوق ويدور لي على هدول اللي انتوا عم تقولوا عليهم. بس ان شاء الله يرزقنا ونشتري ميتور واسطة. فان شاء الله اول شيء رح نعمله انيتنا رح نشتري هدول سكاكل للبرادي،
نسومهم، نشوف شقد حقهم شقد تسعيرتهم، نشتري سكك للبرادي ونظبط امور البيت كلياته. يعني حتى انا كتير كتير رايدة اني انا رايدة كتير اني انا اجيب للغرف، عرفتوا، مد دشكات، نحن بنقول شغلات عملات كتير رايدة ان شاء الله. فادعوا لي، ادعوا لي الله ييسر امري وامركم يا رب. هاي سيارة حمودي، مع اني ما بخليه يطلع لهون ابدا. هذا العرق الاخضر الوحيد ما ضل له مطرح، ما بعرف وين بدي اكتبه. كمان في صبايا كتير عم بيقولوا لي امسحي الحيطان، امسحي الحيطان، زبطي، امسحي. انا بمسح على قدي وشوي شوي والله، والدنيا برد هلا. بوز على السوا بوز، يعني برد برد برد. بالنسبة للغاز، في صبية قالت لي انه في بغازات الخاص كمان، صح مزبوط. سألنا وصحيح. فان شاء الله هذا ضمن الشغلات اللي انا حيضطهم برأس القائمة بإذن الله. بس جوزي يشتري واسطة، اول الشي باذن الله رح اعمله، ويمكن يمكن حتى قبل، عرفتوا، انه يدبر عيارة، استئجار، اي شيء ان شاء الله. بس الله يرزقنا باذن الله باذن الله باذن الله. فاول شيء يمكن حتى قبل الواسطة لجوزي، اول شيء لازم ابدل الغاز، لانه هذا الغاز طالع عيوني، طالع روحي. بس اشغلكم اياه افرجيكم اياه. هيك ناره، يمكن مسكر. هذا الوحيد الشغال، هذا هيك ما شغال، هذا ابدا ما شغال. ايه هدول اثنين شغالات شوي، هذاك ابدا. بس مع هذا مع حماوته انه بس صغير، عرفتوا، راسه صغير فما بحمي. هدول ما لقيت لهم مطرح، لسه بفكر، لسه برتب شوي شوي، مع انه مليفات وهيك، بس ما لقيت لهم مطرح. هون صار في عندي عجقة كتير. هدول هلا بلاقي لهم مطرح هيك اخفف. بكل الاحوال صبايا، لهون بيكون خلص الفيديو. حبيت اختم الفيديو باني افش هيك قلبي، هيك احكي، افضي همي. ايش بقولوا؟ ساعدوني والله، والله الكلمات والعبارات ما عم تساعدني، ما عم تساعدني احكي اللي جواتي. يعني في كتير، في ناس الله يهديهم يصلح حالهم، بس الله يهديهم يصلح حالهم بس. يعني بعد ما تقعدي بالبيت وتستقري وتهدي وما يضل عليكي شي، وطلعت عيوننا بالسخان وطلعت عيوننا بتصليح وهون وهون وخزان المي حكيت لكم، فبيجوا بقولوا ما بتدفعي تأمين وتطلعي من البيت بعد 3 أشهر. نحن قلت لكم أنا بدي أستقر، أنا بدي أحط وأقعد، بدي خلاص ما بدي أطلع. ف الله يا رب يساعدنا يساعدكم كلياتكم يا رب. كل صبية عندها هم الله يفرج همها، كل هيك مشتهية الذرية الصالحة الله يطعمها ذرية صالحة، يكونوا من الصالحين، من عباد الله الصالحين. ودائما أنا بقول اللهم أصلحنا ولا تستبدلنا. فالله يصلحنا ويصلح حالنا، ما يستبدلنا، ويفرج همومنا يا رب، ويغفرنا ويعفو عنا، ويفرح قلوبنا يا رب، ويجبر خاطرنا. الله يجبر خاطرنا يا رب كلياتنا. كل حدا بشوف الفيديو، كل حدا هيك مشاهدني، الله يجبر بخاطركم، ويقضي دينكم، ويشفي مرضاكم، ويفرج همومكم. يعني مراد قلبكم يعطيكم اياه يا رب. لهم بدي اوقف الفيديو، ان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. سلامات.